مين اللي قال ان الملوخيه بتتحط في الخلاط او الكبه؟ اوعي تعملي كده. ما كانتش تتخرط بالمخرطه ما تتاكلش ابدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، وحشتوني كتير كتير كتير. في الفيديو ده هقولك على تريكات حلوه جدا، وان شاء الله هتستفادي من الفيديو. النهارده بقى يا بنات هنعمل الغدا مع بعض. هقولك ازاي تطلعي الملوخيه خضرة كده وطعمها بجد مسكر جدا كده، وحاجه ايه قمر. الفراخ دي غير خالص. مش هقولك بقى اغلي الميه وحطي الفراخ، لا لا لا. هقولك برضو على تتبيله حلوه جدا تتبليها قبل ما تسلقيها وتحطيها في الميه. بصوا، عايزه اقول لكم ايه، زي الزبده بجد. المهم بقى يا بنات، جبت الفراخ بتاعتي وغسلتها كويس جدا. طبعا انتوا خلاص حفظتوا بقى طريقه غسيل الفراخ، كلنا شاطرين وبنعرف نغسلها ونحطها في المحلول النقع اللي احنا متعودين عليه. المهم بقى يا بنات، جبت بصلايه وحطيت بشرتها كده او فرمتها في الكبه، وحطيت معلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، وابتديت ادعكها كويس قوي كده، اعصرها كده تنزلي الميه اللي فيها. مسكت الفرخه بتاعتي وابتديت اتبلها بالبصل من جوه ومن بره، وبين اللحم وبين الجلد. تبليها كويس قوي بالبصل ده، احشيها كده ايه بصل. وبعد كده هبتدي اكتفها كده زي ما انتوا شايفين. تمام، دي اول حاجه عملتها. وطبعا انتوا عارفين المحلول اللي انا بنقع فيه الفراخ بيبقى اللي ما شافش يعني قبل كده الفيديوهات بتاعت غسيل الفراخ، بنقعها في ميه وجنزبيل ودقيق وليمون وملح. خلاص، بعد ما اغسلها كويس قوي، وطبعا بنشيل الماده اللزجه اللي ما بين اللحم وبين الجلد. حطيت ميه على النار، الميه غليت، هبتدي احط بقى ايه الفرخه بتاعتي اللي انا متبلاها وحشيتها بالبصل. تمام، حسيت ان الميه هنا كتير شويه، فهبتدي انقصها. وحطيت بصلايه كده قطعتها على 4، وحطيت ورق لورا، وهحط حبهان. الحبهان طبعا عشان مزعج جدا لما بيجي في بق حد كده من الولاد، فبلاش نعكنن على ولادنا بقى بالحبهان ده. فجبت الخله وحطيت فيها كده 2 حبهان، وهيبقى سهل اللي انتي تطلعيها. تمام، بس. وبعد كده شلت بقى الريم من على الوش، وحطيت ملح وحطيت فلفل اسود، وهسيبها بقى ايه تستوي كده مع نفسها. حطي لايك للفيديو لو انت جديده معايا، اكتبي لي كومنت كده قمر علشان ارحب بيكي، واكتبي لي اللي انت جديده بجد. وشكرا لكل حد اشترك في القناه، ربنا يخليكم ليا يا رب، وشكرا لدعمكم ليا. وبعتذر جدا طبعا اني انا مش بنزل فيديوهات كتير يعني. بتاخر عليكم بجد. ان شاء الله يعني في ظروف وكده، فان شاء الله الظروف تتحسن وانزل لكم فيديوهات باستمرار. الملوخيه بتاعتي بقى يا بنات، طبعا بص، عايزه اقول لكم مهما نجيب بقى اللي هي المجمده او تفرزي او تجيبي بسمه، مفيش احسن من الخضره. تمام، طبعا ما يختلفش عليها اتنين. قطفت الملوخيه بتاعتي وغسلتها وصفتها، وبعدين عندي الملايه دي مخصصاها كده ايه للخضار، يعني اغسل بقى فاكهه، اغسل خضار، خضره مخصصاها ليها. ففرشتها بقى وسبت الملوخيه كده ايه تشفشف كده مع نفسها. خلاص، جبت بقى البدنجان. طبعا ملوخيه يبقى بدنجان وفلفل على طول. قشرت بقى البدنجان، عندي الميه دي فيها ميه وملح. البدنجان بقى تقدري تخرطيه كده طرنشات، تقدري تخرطيه مكعبات، ولكن انا بعمل الاتنين. ولكن النهارده هعمل مكعبات كده علشان المكعبات بتبقى سهله لما تيجي تغمسي اللقمه كده، بتبقى على قد اللقمه، فاهمين؟ بدل ما نقعد بقى ايه نقطم من الطرنشات، يعني لما بتبقى طرنشات وكده. فانا بفضل المكعبات، وانتي وراحتك برضو اللي انتي عايزاه. ايا كان طرنشات مكعبات. انا خرطت الفلفل والبدنجان وحطيته في ميه وملح، حطيت زيت على النار، وهبتدي احمر البدنجان بتاعي. خلاص، لما باجي احمر البدنجان ما بحطش معاه الفلفل، بخلي الفلفل في الاخر خالص، علشان الفلفل بيستوي بسرعه، بيتحمر بسرعه فممكن يتحرق منك. فخلي البدنجان لوحده والفلفل في الاخر خالص. عندي الفراخ استوت. نعرف ان هي استوت ازاي؟ لما الورك او الحته اللي هي بتاعت الدبوس بتلاقي العظم فصل كده عن اللحم. طبعا كلنا عارفين الكلام ده، ولكن انا بوضح التركات دي لحبايب قلبي، مثلا واحده عروسه جديده لسه ملهاش في المطبخ قوي، بنوته كده بتساعد مامتها، فالتركات دي لازم تكوني عارفاها.
هنا يا بنات كان عندي طماطم، كنت جايبه كده شويه طماطم، قلت افرزها. انتوا عارفين اللي انا ايه، بحب التفريزات جدا جدا، بتسهل عليا. فغليتها كده، ما حطيتش عليها اي حاجه. تقدري تحطي عليها بنجر لو هي لونها مش حلو، تقدري تحطي ورق لورا، حطي زي ما انت عايزه. انا ما حطيتش حاجه اصلا، سبتها تغلي كده بعد ما غسلتها ونضفتها وحطيتها بحالها، وما تحطيش عليها ميه. غليت كويس قوي لغايه ما طرت، عملتها بالهاند بلندر وصفيتها في المصفى، وبعد كده رجعتها الحله تاني، وهحط عليها معلقه سكر وهسيبها تتسبك على النار. بس زي ما انتوا عارفين طبعا اني انا بحب التفريزات، بتسهل عليا كتير. وان شاء الله هسيب لكم كده في صندوق الوصف فيديو تفريزات لحبايب قلبي اللي مشتركين جداد يعني وما شافوش بقى الفيديوهات بتاعت التفريزات. هسيب لكم فيديو في صندوق الوصف، ولو انت جديده معايا لفي لفه كده في القناه واتفرجي على الفيديوهات، ان شاء الله هتستفادي منها. هنا بقى خلاص يا بنات، هعمل بقيه البدنجان كده وهحمره. انا هنا حطيت الفلفل مع البدنجان عشان كانوا ايه، كام واحده بدنجان كده مش كتير، فسهل ان انا ايه اطلعهم. ولكن الافضل اللي انت تخلي الفلفل لوحده والبدنجان لوحده. تمام. حطي بقى لايك واكتبي لي كومنت كده عشان يشجعني. تعالوا بقى ايه نعمل شويه رز كده ايه بالشعريه. إيه او نعمل رز بالشعريه. خلاص هنا حطيت بقيه البدنجان اهو بيتحمر على عين البوتاجاز التانية، وايد هنا وايد هنا، ويلا عشان ننجز عشان النور هيقطع. عارفين انتوا النور هو اللي بيتحكم فينا دلوقتي، اللي انتي تقومي تخلصي كده ايه اي حاجه هتستخدميها بالكهرباء زي خلاط، هاند بلندر، الفرن بيكون بالكهرباء، فالحاجات دي بتنجزي فيها قبل النور ما يقطع. حطيت بقى سمنه وزيت ونزلت بالشعريه، حمرتها وغسلت الرز في مصفى. مهم جدا طبعا ان انتي تصفيه خالص من الميه. وبعد كده حطيته على الشعريه بعد ما اتحمرت، ونزلت بالميه المغليه. كلنا عارفين طبعا ان كوبايه الرز المصري بتاخد من كوبايه لكوبايه وربع حسب نوع حسب نوع الرز يعني. سبت بقى الرز كده ايه يستوي على النار، وعندي الفراخ استوت وعملت البدنجان. وتعالوا نخرط الملوخيه. بصوا بقى اوعي تحطيها في الكبه، اوعي حد يضحك عليكي ويقولك اعمليها في الخلاط او الكبه. لا لا، ما تسمعيش كلامهم خالص، هي ما فيش احسن من المخرطه. طول عمر امهاتنا يا رب ربنا يبارك في عمرهم يا رب بيعملوها بالمخرطه. بصوا فاكرين كنا يحطوا الطبليه في الارض والصينيه بقى اللي هم هيخرطوا فيها، ونقعد نخرط الملوخيه. خلاص هنا البدنجان عندي خلاص اتعمل، فهعمل التسبيكه بتاعته. حطيت معلقتين زيت مكان البدنجان اللي انا قليت فيه، يعني نفس هو الزيت، قللت منه شويه كده. وحوالي 3 فصوص توم مفرومين، ويا دوب كده يتشوح مش يتحمر يعني تشم ريحته. نزلت بمعلقه الخل. هاخد بقى ايه كبشتين كده من الصلصه بتاعتي اللي انا سبكتها، وهحطها هي لسه على النار بتتسبك. فاخدت منها كده ايه كبشتين كده يتسبكوا مع التوم، وظبطت الملح، حطيت رشه ملح كده، وهسيبها تتسبك معايا. زودتها شوية مية كده علشان ما تبقاش الصلصة بتاعتها تقيلة. غلت غلوتين بقى، بصوا شامين الريحة، التوم مع الخل مع الصلصة مع الطماطم يعني. وعملت الطبق القمر ده. اخدت بقى ايه شويه شوربه كده من الفراخ. لما تيجي تعملي الملوخيه ما تكتريش الشوربه في الاول عشان ما تبقاش خفيفه. حطيت معلقه توم وحطيت نص معلقه كزبره على الشوربه، وهسيبها تغلي كده ايه كام غلوه كده تشمي ريحه التومه كده. وبعد كده هكمل طريقه الملوخيه. خلاص بس فانت هتتحكمي فيها، لو الشوربه شويه صغيره ولقيتيها تقيله هتخففي. دي بقى التركية اللي كلنا طبعا عارفينها وحفظناها خلاص. حطيت معلقة صغيرة ممسوحة سكر على الملوخية. طب بحط سكر ليه؟ للي مش عارف انا بحط سكر ليه، بتخلي لون الملوخية اخضر، بتحتفظ بلونها كده، وبيبقى طعمها حلو جدا كمان. طعم السكر مش بيبان في الملوخية خالص. بس يا بنات، وبعد كده حطيت بقى طاسه وحطيت كده ايه معلقه سمنه. انا ما كترتش السمنه في الملوخيه، الواحد بيحاول يقلل الدهون شويه بصراحه.
حطيت معلقه واحده بس، ونزلت بالثوم حوالي كده ايه 6 7 فصوص ثوم، انا بحب الثوم كتير في الملوخيه. ونزلت معلقتين صغيرين كزبره، وحمرتهم كده بس تتحرق منك. ونزلت بالطشه. سامعين بقى؟ بصوا سامعين ايه؟ شامين الريحه. وبصوا السمك بتاعها الحمد لله حلو جدا. وزي ما قلت لك لو لقيتيها تقيله زودي شويه شوربه خلاص، وربيها كده بالمضرب السلك هتتظبط معاكي. فحاولي ما تزوديش الشوربه في الاول. هنا بقى حطيت معلقتين زيت كده على معلقه سمنه، ورشيت رشه ملح. طب رشيت رشه ملح ليه؟ علشان الفراخ ما تلزقش معاكي في الطاسه وتطرطش. خلاص. وسخنت معايا السمنه والزيت، حطيت الملح، وبعد كده نزلت بالفرخه بتاعتي هبتدي احمرها. عايزه اقول لكم يا بنات تتبيله الفراخ دي بجد تحفه جدا. جربيها بجد على ضمانتي ومش هتندمي. اعملوا شير بقى يا بنات للفيديو ده، وخلي اصحابكم يشتركوا علشان القناه تكبر بيكم. هنا بقى هبتدي اقلب بقى الفرخه كده يمين وشمال ووش وظهر لغايه ما تتحمر كده معايا، وتديكي اللون الذهبي ده. تمام. عايزه اقول لكم الاكله دي بصوا بتنزل كده ايه في القلب على طول. بجد الملوخيه دي اصلا يعني العشق بصراحه، بالذات الملوخيه الخضراء بجد بتبقى حلوه جدا. بصوا بقى يا بنات طبق البتنجان ده بجد فظيع. يا سلام بقى كده جنب فلافل ولا بصورة، ولا الاكل الشعبي الجميل ده بيبقى حلو قوي، او سمك كمان. وهنا الفراخ عندي خلاص اتحمرت، والرز بالشعرية مفلفل كده وجميل. تعالوا بقى ايه نغرف الاكل مع بعض. تعالوا بقى بصوا الملوخية وجمالها، ولا تقولوا لي بقى عبد الوهاب، ولا تقولوا لي مش عارفة مين. بصوا بجد فظيعة. وبصوا اللون، بصوا لونها. معلقة السكر دي بتفرق معاكي، بس حطي معلقة صغيرة ممسوحة. ودن القطة بقى ايه، واضربي اضربي. في طبعا بيحبوها بالرز. انا عندي ولادي جزء بياكل الملوخية بالرز، وجزء بياكلها بالعيش. انا بحب العيش اكتر، فهي الملوخية ودن القطة والف هنا. اكل سهل وبسيط، وان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو ده بالتركات اللي انا قلت يعني اللي انا قلتها. وتعالوا بقى ايه نشوف الفراخ كده مع بعض. ما انتوا عارفين لازم ادوق بس عشان اطمن. وانتوا عارفين يعني للامانه انا بقول لكم اذا كان الطعم ايه يعني. فهي بجد كانت حلوه جدا ومستويه، وهتفرق معاكي تتبيلتها، وان انتي تحشيها بالبصل كده من جوه ومن بره وبين اللحم، وتسيبيها شويه قبل ما تسلقيها. بصوا يا بنات مستويه وفظيعه بجد. ده الفيديو بتاع النهارده يا بنات، اتمنى ان هو يكون عجبكم. حطي لايك للفيديو واكتبي لي كومنت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.